السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ معكم ايوب من قناة ديز جيمر. جاكم مقطع فيديو جديد، وهذه حلقة جديدة من سلسلة ماينكرافت. طبعا في الحلقة راح نقول لكم 3 أماكن نادرة في لعبة ماينكرافت، نادرة كتير بالسيد بكل شي. ف اتأسف على القطع شباب، قبل كل شيء اتأسف على القطع، كانت عندي دراسة يعني حركات. الحين راح نبقى ننزل مقاطع ان شاء الله. فيلا خلينا نبدأ بالمكان الأول. المكان الأول اللي هو قرية الوحوش، أو هاي قرية الوحوش. زي ما تشوفون القرية هاي كلها سبونر، أو كلها عبارة عن الأشياء الخضراء هاي اللي بالسبونر، أو كبلستون العشبي ما أدري شو اسمه. زي ما تشوفون القرية هاي ما فيها أبواب، فيها بس هاي الحاجة حق النبات حق السبايدر. ما فيها أبواب، ما فيها شموع. لو نروح لأي مكان اللي فيه حق الشموع هذيك المنارة السوداء هاي ما أدري شنو، ما فيها شموع. زي ما تشوفون يعني قرية وحوش بالضبط. المفيدة في هاي القرية يعني 3 أماكن كلهم فيهم فايدة. الفايدة في هالقرية زي ما تشوفون هنا المكتبة مرة كمان مرعبة، المكتبة مرعبة، تحسون داخل مكتبة داخل. طيب ما أدري إيش الشيء الحلو إنك لو دخلت للحداد حق هاي القرية راح تلاقي لك في الحداد صدر دايموند، أو مو لا هذا الشيء درع حصان دايموند وآيرون ودروع من ايرون وحبر. ممكن هاي الاشياء تفيدك يعني. بس الحلو فيه انه هو الصدل الدايموند حق الحصان زي ما تشوفون مرة مرعب يعني. وفي الليل يرسبنون فيليجر ساحر وفيليجر فيليجر ساحل وفيليجر زومبي. ابدا ما تلاقي فيليجر عادي في المكان. وهنا في بوتيتس، في يعني مزرعة كأنها يعني كانت عبارة عن قرية فيليجرية عادية، لكن بعدين استعمرت من قبل الوحوش ما ادري ايش. المهم ما في شموع يعني حق وحوش اكيد، لانه ما في شموع اصلا رسبا وحوش هنا. فنروح للمكان الثاني ونرجع لكم. اوكي باقي عيال رجعنا لكم. طبعا المكان الثاني سبونر بدون تشيستات، يعني عادي سبونر ما تلقى فيه تشيستات، لكن مكانها سبونر مرة غريب. زي ما تشوفون مكانه مرة خرافي. ما يعني صراحة انك تلاقي سبونر، هذا سبونر سكيلتون في هالمكان زي ما تشوفون صراحة شيء مرة متعب وخرافة. مو متعب يعني، شيء خرافي. شوف كيف المكان اللي فيه سبونر. طبعا سبونر هذا اظن جليتش او خطأ من المصممين ما ادري، بس اكثريته انه يكون خطأ من المصممين. تشوفون مكان سبونر مو طبيعي يعني، مكان نادر جدا، مستحيل تلقى سبونر اصلا. مو نادر، مستحيل. اظن سبونر الوحيد هيدا في المكان. فسيد هيدا سبونر، وسيد هذه قرية الفيلجر او قرية ما ادري، القرية المهجورة هذه كلها في الوصف. فدحين نروح للمكان الثالث ونرجع لكم. اوكي باقي عيال رجعنا لكم. المكان الثالث اللي هو بيت الساحر الفيليجر، او بيت الساحرة ما ادري هاي ساحر او ساحرة. الزبدة زي ما تشوفون البيت مرة خرافي. تلاقيه في في المستنقع، اكتوريتو تلاقى يعني في المستنقعات. راح تلاقي فيه بوشن. البوشن انا ما بفهم كتير في البوشنات، بس هيدا هو البوشن اللي عطاهولي. ما ادري شنو هالبوشن، شو هذا؟ المفروض انه الدقائق تنقص مو تزيد. ايوه نعم. هذا البوشن تلاقي فيه كرافتنج. مرات اذا كنت في البي سي حتلاقي الكرافتنج كيبل شي مصنوع يعني، مصنوع شي. فخلينا نشوف البوشن هيدا وش فيه. ايوه هذا هو يعني عادي. يعطيني هذا الشيء اللي ما ادري شو هي، لاني ما افهم كتير في البوشنات انا صراحة. وهنا عندك المرشوم ما ادري شنو هاي. فهذا هو المكان الثالث. اصلا شكل تصميم البيت مرة خرافي، فاهمين كيف؟ شوف كيف تصميم البيت مرة خرافي. ويمديك يكون بيت مائي ما ادري، بيت خشبي، بيت والله بيت. المهم بيوت حلوة هاي. طيب خلينا نختم هنا. فهنا كانت نهاية المقطع. إذا عجبتكم السلسلة أو إذا عجبتكم يعني هذا الفيديو، اعطينا زر اللايك يعبر عن رأيك، يعني لايك أو ديسلايك ما يفرق معاك. فأتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا باللايك والسبسكرايب. كان معكم أيوب من قناة ديزي جيمر. ألقاكم في مقطع بحول الله، مع السلامة.